هكذا احتفلت الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلاد زوجها الملك عبد الله الثاني. الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني بصورة ورسالة حب لافتة. احتفلت الملكة رانيا العبد الله بعيد ميلاد زوجها الملك عبد الله الثاني من خلال مشاركة صورة جمعتهما سويا عبر حسابها الرسمي على انستغرام، أرفقتها بتعليق لافت جاء فيها: كل الحب اليوم وكل يوم، كل عام وسيدنا بخير. ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين الذي انهالت تعليقاتهم بالتهاني والدعوات، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني، ومشيدين بعفوية الرسالة وباللفتة التي عكست مشاعر المحبة والدعم في هذه المناسبة. كما شارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على انستغرام فيديو للملك عبد الله الثاني خلال أدائه لمهامه الملكية في مناسبات عدة، وكتب عليها: نحتفي وكل الأردنيين بعيد ميلاد القائد والأب للأسرة الأردنية، كل عام وأنت بخير سيدنا. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد ميلاده 64 الذي يصادف اليوم الجمعة، وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم وتمنياتهم لجلالة الملك بالسعادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. كما تلقى جلالة الملك برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفاعليات الرسمية والشعبية، أكدوا فيها فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالته ودعمهم لجهوده المستمرة في التطوير والتحديث والحفاظ على استقرار الوطن، مسمنين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وسائر قضايا الأمتين العربية والإسلامية.